في هذا تطبيق الأدلة قضاء الله ورسوله، وفي هذا فضيلة العلم والحفظ، معاذ كان حافظا، وفي هذا التطاوع، ما قال المسألة تنظر وانزل يا أخي وبعدين تدارس القضية ولا تستعجل. لما رأى معاذ يريده خلاص أمر به فقتل، قال خلاص قتل انزل، وبعد ما أن نزل ما كأن حصل شيء تذاكران. إقامة الحدود، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، من بدل دينه فاقتلوه. قد جاء في هذا الحديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه أي دين الإسلام وارتد عن دين الإسلام فاقتلوه. وفي هذه الآونة نسأل الله العافية المبدلون لدين الإسلام يشجعون يهرب إلى بلاد الكفر ويطرح المصحف بين يديه ويقطعه ويدوسه، يدوس المصحف أمام والناس يصورون له هكذا وينشر ولا نكير. وربما فعل هذا في بلاد المسلمين دون أن يقام عليه حد الله، فيفعل ردة واضحة، ردة بينة، من سب الله، من الطعن في الله. من البخيتي عليه من الله ما يستحق، نسأل الله أن يقطع دابره، وأمثاله كثير تجد عندهم من الأقوال والردة وهم في بلاد المسلمين سارحين راوحين، ولا واحد يقول له أنت مرتد. ردة صريحة، بل يتبجحون بذلك. وأي واحد يريد جنسية بريطانية أو جنسية أمريكية أو من تلك الجنسيات يعمل من هذه الأساليب، يرتد يعمل أشياء، حتى إذا وجد شيء من المضايقة من أصحاب الشارع ومن الناس وكذا من بعض المتكلمين ذهب إليهم كلاجئ يمنحونه. فصار الذين يرتدون الآن بالأعداد من أجل أن يذهب هناك يجلس عندهم يأكل ويشرب ويتزندق. نحي حد الردة الآن، نحي حدود كثيرة نحت، لكن هل تسمعون من قتل من أجل الردة؟ الآن ما نسمع أنه تهود، أنه تنصر. الجريمة أنك ترى من المسلمين من يدعو، من دعاة المسلمين من يدعو إلى حرية الأديان، يعني أنه ما يمكن أن يعتدى عليك إذا ارتدت من الإسلام إلى دين الكفر، لا أنت حر، تمنحك الديمقراطية وحرية الأديان. هذا المعنى. هذه جريمة في الإسلام والله، تشجيع على الردة، تشجيع على الردة. وفي هذه الآونة أيضا ظهر نطاق الولاء للكفار، الولاء للكفار بشكل واسع، حتى صار الكفار يصولون على المسلمين أن من يريد العزة ويمكن كذلك ويوالى وينصر يعني يكون له كيان يطبع يقسمونه يطبع. ما معنى التطبيع؟ يعني تطبيع العلاقة، علاقة طبيعية بيني وبين اليهود، العلاقة طبيعية، هم أبناء عمنا. ومعنى طبيعي أنه لا ينتقد عليه في شيء ولا ينتقد علي، ونحن زملاء وأخوة، وكأن حالة معه كحالة مع أصلح الناس من المسلمين. أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا الصنف من قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قالوا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والتطبيع مواده وموالاة ومناصرة وتعاون. أما التطبيع معنى علاقة طبيعية. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أين هذا من قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة المؤمنين عزة للكافرين. ومن قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبينا.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي الفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وبين هذا الصنف وبين قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره لو كره الكافرون. أمة تريد تطفئ نور الله كيف تواليها؟ وبين قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون قل أفغير الله أبتغي حكما والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به والطواغيت الكفرة التحاكم إليهم أو الرضا بهم أو المجاملة لهم ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. هذا التطبيع كلمة يعني معناها الموالاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. ما يجوز هذه الكلمة مثل كلمة المثليين لما تعظموا كلمة يعني هذا لوطي أو ما كان من ذلك قالوا مثلي يعني معناه يجعل نفسه مثل المرأة مثلي وهي قبيحة في حد ذاتها لكن تغيير لما ما تجد اصطلاحاتها مثلا في كتب المتقدمين تبحث في القاموس ما معنى المثلي ما معنى كذا لا تجد مشبهين من الرجال بالنساء مشبهين من النساء بالرجال تجد كذا فهم يعملونها ألفاظ يعني يجعلونها في أعين الناس سهلة وهكذا مثلها مسألة التطبيع موالاة ومعاداة وحب للكفار وليس هذا من باب إلا أن تتقوا منهم تقاه فإنه إذا طبع معهم ألزموه بمقتضى هذا التطبيع أن نحن وإياك شيء واحد إن حصل عليك ضر أعناك وإن حصل علينا ضر تعيننا نحن مطبعين علاقتنا طبيعية إحنا سواء إن حصل عليك احتياجات مادية أعناك وإن حصل علينا احتياجات مادية تعيننا وإذا تكون حالك مع هذا الذي أنت طبعت معه مثل حالك مع أرحامك وأقاربك من التعاون وما كذلك أهل بلدك وأهل كذلك ولا يحصل هذا المسلمون منك كما يحصل الكفار منك على التعاون والتراحم وليس هذا من باب الله أن تتقوا منهم تقاه ولا يتعلق بذلك. الحاصل بارك الله فيكم حرام وربي حرام اللهم هذه براءة للذمة التطبيع مع اليهود مع النصارى مع الكفار حرام. قال الله عز وجل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء بعضهم أولياء بعض يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله ما تعملون بصير. وعيد شديد والله. وكم من الأدلة الدالة على جرم هذا الفعل جرم الدعوة إلى توحيد الأديان جرم الدعوة إلى التطبيع جرم الدعوة إلى هذه الدعوات الباطلة أنها مخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. جعل أمام عينك أن الله سيكفيك شرهم ما يضرونك، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. واعلم أنك إذا ابتغيت العزة عندهم أن هذا سبب ذلة. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أخي الكافر ما يمكن نفسه، كيف بعد يمكنك أنت؟ هو نفسه هلكان ضايع، ربما ما عنده وظيفة تكفيه، ربما ساقط ما هو إلا بعد الفساد، ويريد يمتص منك أنت. هذاك تريد الكافر أنت يمكنك؟ والله إن هذا من الخذيلة وزيغ القلب، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ترفع انظر كيف أكرمك الله وكيف أذلهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا دليل على أن التمكين من الله، تمكين الهداية، تمكين الاستقامة، تمكين العلم، تمكين الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. انظر الآن كيف يذبحون أبناء المسلمين بلا هوادة ولا رحمة. أطفال تجد أكثر من 100 طفل ما يدرون أين آباؤهم، مرجمون، هدمت عليهم البيوت، يخرجونهم بعضهم في المستشفى ما يدرى من أبوه، بلا رحمة، هدمون عليهم البيوت، قتلوا النساء، قتلوا الأطفال. طيب أنت إيش موقفك الآن؟ أين موقفك مما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ أين موقفه من قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان؟ أين موقفه من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ أين كذلك رحمتك؟ تراحم بين المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فشيء الذي ما يدرس العقيدة ويهمه الدنيا فقط وجمع الدنيا يقع في أشياء تزري به دنيا وأخرى، تسود وجهه تاريخيا دينيا دنيويا، يفسد حاله، يصير مهزلة، ما ينفعه ذلك. والله لا نفع يهود ولا نصارى ولا مشركين، ما نفعهم إعراضهم عن دين الله، بل صاروا حطب جهنم.